يلا دلوقتي يا ابطال نروح على نقطة الجرامر اللي موجود معانا في اليونت ده. الجرامر موجود معانا في اليونت ده سهل جدا 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 جدا. بيتكلم عن حاجة هنا اسمها deduction. ايه الديدكشن ده؟ الديدكشن اللي معناها prediction. ايه البريدكشن؟ اللي انا بعمل تنبؤ لحاجة معينة. يا اما انت بتتنبأ او بتتوقع حاجة في الفيوتشر، سواء اذا كنت متأكد منها اقول لك والله هي مثلا اتصلت، والله انا عزمته بس مش عارف هيجي ولا مش هيجي. يمكن حاجه يمكن تحصل. او مثلا انت بتتصل بحد دلوقتي، ايه ده انا برن عليه مش بيرد، يا اخي ما هو يمكن نايم. يبقى انت بتتوقع او بتتنبأ شيء. لو انت عاوز تقول ان الاستنتاج بتاعك ده او التوقع بتاعك ده انت متأكد منه بطريقه ايجابيه، يعني ايه؟ انت دلوقتي مثلا عارف ان في معدي من قدام مثلا بيت صاحبك، ولقيت الباب بتاع البيت مقفول وفيه سلسله كده ومقفول بقفل والبيت كله ضلمه فوق. يبقى انت هتقول ايه؟ ده اكيد مفيش حد هنا، اكيد مفيش حد هنا. انت بتعمل استنتاج معين بناء على ادله انت شايفها، بس انت بتتاكد بالايجاب محدش هنا. اكيد مشي، اكيد مشي، حلو، اكيد سافر، حلو. غير انك تقول مثلا، يبقى كده بعمل ايه؟ اسمها تاكيد ايجابي، حاجه مثبته، حلو الكلام. فبستخدم هنا كلمه اسمها must. بستخدم كلمه اسمها ايه؟ must. في المبني للمعلوم بتجيب must وبتجيب بعديها الفعل في المصدر او الانفينيتيف، وفي المبني للمجهول بتجيب ايه؟ must be وبعديها الثيرد فورم اوف ذا فيرب. يعني اهو سارة gets 100% in each exam. سارة دايما ايه؟ بتجيب 100% في كل امتحان. she must be excellent. ده اكيد ايه؟ بنت ايه؟ شطورة جدا. علي has got a villa and 2 cars. ده معاه فيلا وعربيتين، يا عم الله يسهله. he must be rich. ده اكيد ايه؟ اكيد غني. يبقى انت بتعمل تاكيد اهو، وتاكيد بتاعك تاكيد بوزيتيف، تاكيد ايجابي، حاجه مثبته. طيب الكلام ده فين؟ مع المضارع في البريزنت. كلام جميل، كلام جميل. يبقى عندك انت بتجيب must وتجيب بعديها الفيرب انفينيتيف، ده في الاكتف الجمله بنيه المعلوم، وبتجيبها في الباسيف الجمله بنيه المجهول بتاعتك بتجيب must وبي والثيرد فورم اوف ذا فيرب. حلو الكلام. طيب لو عاوز تقول بقى اني في الماضي، يعني ايه في الماضي؟ يعني ايه استنتاج في الماضي؟ يعني مثلا واحد متعود دايما يحضر الحصص بتاعته، مش متعود ابدا ان هو يغيب، بس جه من الحصه اللي فاتت يقول لك يا اخي تصدق ده علي ما جاش الحصه اللي فاتت، ده اكيد كان تعبان، اكيد كان تعبان. يبقى انت بتعمل استنتاج. طب هتعمل استنتاج على ايه؟ على حاجه عدت، على حاجه عدت. يبقى انت هتجيب ماست برضو، بس المره دي هتحط بعديها كلمه هاف وبعديها الثيرد فورم. يبقى انت لو بتعمل استنتاج في البريزنت في المضارع اهو، يبقى تجيب ماست وبعديها مصدر. طب لا انا عاوز اعمل الاستنتاج بتاعي في الباست في الماضي، يبقى انا هجيب بعد كلمه ماست اجيب هاف وبعديها الثيرد فورم ذا فيرب. ده كلام لو كانت الجمله بتاعتك ايه؟ اكتف، يعني ابتديت بالسبجكت بالفاعل. طب لو كانت الجمله بتاعتك انت باسيف مبنيه للمجهول، يعني هتبتدي بالاوبجكت بالمفعول بتاعك، هتجيب ماست هاف بين، وهي كده كده بيجي بعدها ايه؟ الثيرد فورم ذا فيرب. يعني تعالى نشوف مثال. May got the full marks. got اهي got حصلت على الفول ماركس. She must have studied hard. اكيد ذاكرت بجد. يبقى حاجه تعمل استنتاج على الماضي اهو. منا must have remembered our phone number because she called us today. ده اكيد فاكره او مسجله الرقم بتاعنا عشان تتصل بينا النهارده. يبقى تلاقي اكيد ايه اهو past اهي. My car is not there anymore. مش موجوده. ده اكيد اتسرقت، حد سرقها. يبقى it must have been stolen. ادي جمله باسيف اهي، ادي must have been وادي الثيرد فورم ايه of the verb. واضحه؟ يبقى كل ده لو انا بعمل تاكيد ايجابي، حاجه موجوده، حاجه حصلت سواء في البريزنت او سواء فين؟ في الباست. تعال نشوف النقطه اللي بعدها بتقول ايه ونركز فيها مع بعض. هنا برضو انت بتعمل تاكيد، بس المره دي بتعمل تاكيد نيجاتيف، حاجه منفيه، يعني بتقول ما حصلتش، مستحيل مستحيل. يعني مثلا شفت انت واحد في السوق يقول لك يا اخي تصدق ده انا شفت زميلنا فلان في السوق، يعني ده مستحيل يكون هو، ده سافر بقاله 3 ايام. يبقى انت بتقول استنتاج اهو بس بايه؟ بنفي. بتقول مستحيل يكون هو. يبقى كده قايل لك ايه؟ هنستخدم هنا كلمه اسمها can't وبعديها مش mustn't بقى، ما ينفعش اقول لك mustn't، ماشي؟ مش احنا قلنا must فوق لو انا باكد على حاجه بستنتجها بطريقه مثبته، بس ما ينفعش اقول لك mustn't بقى في عكسها، لا انا هستخدم هنا كلمه ايه؟ can't وبتجيب بعديها ايه؟ الفيرب انفينيتيف. ولو بنتكلم عن جمله مبنيه للمجهول وكده برضو بتكلم هنا عن present، خد بالك هتجيب هنا الاوبجكت في المبني للمجهول وبعد كده كلمه can't وبعد كده be وبعد كده الثيرد فورم. يبقى May has just eaten a big meal. ماشي؟ ده اكلت ايه؟ وجبه كبيره جدا. She can't be hungry now. اكيد مش جعانه، ده اكلت وجبه قد كده.
طيب لو انا عاوز اعمل بقى استنتاج منفي بس المره دي فين يا ابطال؟ في الباست، نفس اللي انا عملته مع ماست بالظبط. انت مش كنت بتجيب بعديها هاف وبعديها الثيرد فورم اوف ذا فيرب؟ نفس الفكره بالظبط. حلو الكلام. هتجيب كلمه اسمها كانت وممكن تبدلها بكلمه اسمها couldn't. تجيب كلمه اسمها can't ممكن تبدلها بكلمه اسمها couldn't. طب هل دي ينفع معاها في البريزنت؟ قال لك لا، في البريزنت can't بس، عشان باست فانا ايه جبت معاها ايه احتمال لكلمه couldn't، وكانت برضه تشتغل معاك في الباست خلي بالك. بس الفكره كلها انت هتجيب بعدها ايه؟ have مع الثيرد فورم ذا فيرب. يبقى تاني انت بتعمل استنتاج منفي فين؟ يبقى حاجه مستحيل ان هي حصلت. امتى؟ في البريزنت. يبقى انت معاك كلمه can't وتجيب بعدها verb infinitive او تجيب بعدها be والثيرد فورم اوف ذا فيرب لو كانت الجمله بتاعتك فين؟ passive. اما لو بعمل الاستنتاج بتاعي منفي في الماضي يبقى عندك كلمتين بقى can't وcouldn't. can't معاها have والثيرد فورم اوف ذا فيرب، couldn't معاها برضو ايه have والثيرد فورم اوف ذا فيرب لو كانت الجمله بتاعتك ايه active مبنيه للمعلوم عشان ابتديت هنا بالسبجكت يا بطل. اما الناحيه الثانيه مبنيه للمجهول object مفعول can't have been والثيرد فورم اوف ذا فيرب، object couldn't have been والثيرد فورم ايه of the verb. واضح؟ يبقى انا كده عملت استنتاج متاكد منه. انت متاكد سواء بايجاب بمست او بالنفي مع كانت، سواء في البريزنت بتجيب بعديها الفيرب انفينيتيف، سواء في الباست بتجيب بعديها have والثيرد فورم اوف ذا فيرب. واضحه؟ يلا نخش على اللي بعده. دلوقتي يا ابطال احنا قلنا ازاي انك تعبر عن استنتاج انت متاكد منه سواء بالايجاب او سواء بالنفي. طب لو انا حاجه محتمله انا مش متاكد منها، يمكن انا رنيت عليه بس يمكن كان نايم مش متاكد. طيب اهو هتستخدم ايه هنا؟ could may وmight وبعديها الفيرب انفينيتيف. يبقى انت تعرف على طول كده ان هي ايه؟ present مضارع او future في المستقبل. طب حلو، ما احنا كنا بنقول زمان برضو مع كلمه must وكلمه can't نحط بعديها الفيرب انفينيتيف يبقى بتكلم برضو بيها عن present. طب شغل دماغك، انت كنت بتقول must وcan't بتعملها في الباست ازاي؟ الماضي بتعملها ازاي؟ بتحط have وبعدها third form of the verb. نفس الفكره بالظبط اهو، هتجيب have وبعدها الثيرد فورم اوف ذا فيرب have او الثيرد فورم اوف ذا فيرب يبقى انت كده بتتكلم فيها بين عن الماضي، يبقى كلهم ماشيين زي بعض. يبقى بس كده ايه؟ انت عندك انت في التاكيد انت بتستخدم must او can't، اما في عدم التاكد فانت بتقول could may وmight وزي بعض ما فيش مشكله خالص، يعني تبدلهم مع بعض ما فيش مشكله. اهو we will try to get there early but we may arrive late. يمكن نوصل متاخر. Don't put the vase up there. ما تحطش الفازة هنا. It could fall off. ممكن تقع. The film may be shown again. ادي كده جملة passive اهي. جبت بعديها be بعدها third form of the verb نفس اللي كنت بعمله بالظبط مع كلمة must وكلمة ايه؟ كلمة can. طيب عاوز اقلبها في الماضي سهلة خالص. هات have وهات بعديها third form of the verb. اهو. طيب بس في فرق صغنن كده خالص 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 خالص. ايه هو؟ كلمة could have والthird form of the verb. could have والثيرد فورم اوف ذا فيرب ليها معنى صغنن كده، يقول لك ايه؟ حاجه كنت تقدر تعملها بس انت ما عملتهاش، حاجه كان في امكانيتك تعملها بس ما حصلتش. يقول لك والله I could have come to the party but I didn't. والله انا كنت اقدر اجي الحفله بس ما عملتش ده. يبقى حاجه انت ايه مش يعني حاجه ما كانتش غصب عنك، لا حاجه كنت تقدر تعملها بس لظروف معينه او لغرض ما انت ما عملتهاش. طيب اما كلمه ماي ومايت ماي ومايت فهنا ايه دول؟ لا دي معناها يمكن حاجه كانت حاصله، يمكن اتاخر، يمكن فوت الباص. يعني تعال كده نشوف اكزامبلز بيقول لك ايه. I don't know how the fire started. مش عارف ازاي الحريق ابتدى. Someone may او could have dropped a cigarette. يمكن حد رمى سيجاره، انا مش متاكد. I can't find my purse. مش لاقي المحفظة بتاعتي. I could أو may have left it in the supermarket. تقريبا كده أنا سبتها في السوبر ماركت. The thieves might أو could have escaped by car. تقريبا كده إيه؟ هربوا بعربية but we are not sure. مش متأكدين. He went to school on foot. مش على رجليه. But he could have taken a train. بس يمكن كان يقدر إيه؟ يركب إيه؟ قطر. حلو. His bag may have been left on the train. يعني عربيته تقريبا كده إيه؟ سابها فين؟ في القطر. واضحه؟ تعالوا نخش على اخر جزئيه معانا. اخر حاجه معايا هنا يا شباب كلمه اسمها should. طيب احنا عارفين ان كلمه should تمام بتستخدمها لاعطاء النصيحه،
بتستخدمها لاعطاء النصيحه وبتجيب بعديها الفيرب انفينيتيف. فانت لقيت واحد مثلا عاوز تديله نصيحه فقول له ايه you should study hard you should eat healthy، يبقى انت بتجيب should وتحط بعديها الفيرب انفينيتيف في حاله لو انت عاوز تدي نصيحه لحد. لا انا مش عاوز استخدمها هنا لاعطاء النصيحه، انا هجيب بعديها have والثيرد فورم اوف ذا فيرب، او هجيب shouldn't واحط بعديها have والثيرد فورم اوف ذا فيرب. طب خد بالك من حاجه، احنا كنا بنقول من شويه مع كلمه may وmight وcould وmust وcan't بنجيب have وبعدها الثيرد فورم اوف ذا فيرب لما بتكلم عن الماضي. هنا مع كلمه should مختلفه شويه، كلمه should لما اجيب بعديها او shouldn't لما اجيب بعديها have وبعدها الثيرد فورم اوف ذا فيرب، هنا معناها بيقول لك ايه؟ انك انت بتلوم حد على حاجه عملها او بتلومه على حاجه ما عملهاش. يعني ايه؟ يعني انت عاوز تقول له والله ايه انت كان لازم تيجي بدري، كان لازم تيجي بدري، يبقى انت بتلومه على حاجه ما عملهاش كان المفترض ان هو يعملها، او بتقول له والله ما كانش لازم تكلمه بالطريقه دي. وكلمه shouldn't وهاف وبعدها third form of the verb يبقى انت بتلومه على حاجه كان هو عملها بس المفروض ما كانش ان هو ايه ان هو عمل. يبقى هنقول ايه هنا؟ should have والثيرد فورم اوف ذا فيرب يقول لك يا ريتك كنت عملت ده، يا ريتك كنت كلمتني. يقول لك ايه؟ you should have called me you should have called me كان لازم كان لازم تتصل بيا، ما اتصلتش ليه؟ يبقى انت بتلومه على حاجه كان مفترض ان هو يعملها بس للاسف ما عملهاش. اما كلمه shouldn't have والثيرد فورم اوف ذا فيرب بتقول له يا ريتك ما كنت عملت ده. يقول لك you shouldn't have stayed up late. واحد جاي الصبح كده نعسان وخلاص مش قادر يفتح عينيه، فيجي زميله يقول له ايه او يجي باباه you shouldn't have stayed up late you shouldn't have stayed up late ما كانش لازم تسهر امبارح. يبقى انت بتلومه على حاجه عملها ما كانش المفترض ان هو يعمل.